سيستاني يا سيستاني يلي حبك يجرح ويداوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا في هذه الحلقة الجميلة سماحة السيد المرجعية الشيعية في العراق وما حولها، سماحة السيد علي السيستاني من بلاد سيستان. علي السيستاني كما تعلمون أيها السادة هو من مواليد عام 1930، وهو ما زال في ريعان شبابه. جدي وأبو جدي الاثنين ما عاشه سماحة السيد. هو لقد قارب من 100 عام ولا زال على قيد الحياة. سماحة السيد علي السيستاني يتناول أكل الجزر كثيرا، هو مما جعله يستمر في هذه الحياة. أكل الجزر كما تعلمون، كما يقول العالم الهندي خردموشة، أن أكل الجزر فيه فيتامين خ ر، مختصر من نبتة خره. فيتامين خير يقوي عظام سماحة السيد ويذهب عنها الهشهشة. فسماحة السيد علي السيستاني هو الآن معنا، نحن في زيارته في منزله في النجف، ولكن هنالك كثير من الإشاعات التي تقول أن سماحة السيد علي السيستاني قد توفي. نحب أن نطمئن أحبابه ونقول لهم أن سماحة السيد علي السيستاني ما زال على قيد الحياة، ولكنه أصيب ببعض الأمراض، وهذا الشيء لا عجب فيه، فهو قارب من 100 عام. هو يعاني من حصر بول بدماغ. هو الحقيقة لا يتكلم، هو مجرد جسم أمامك، إن لم تنكشه لا ينكشك. نحن صحيح الآن في صحبته، هو يرانا ولكن لا يسمعنا، هو يرانا ولكن لا يعينا، لا يعي ما حوله. من هو الخليفة من بعده؟ من سيأتي بعد سماحة السيد علي السيستاني؟ هل نرشح لكم مقتدى؟ ولكن أظن مقتدى ليس حملا لهذا الحمل، مقتدى بعيدا كل البعد على أن يكون مكان سماحة السيد. سماحة السيد علي السيستاني هو وحيد الآن، هو وحيد ولا يوجد أحد يقوم على خدمته، فهو يقضي حاجته في النونية. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أحسن كبرتنا يا رب العالمين. سماحة السيد علي السيستاني نريد أن نسأله سؤال. لقد قارب من 100 عام ولم يزر مكة ولا يوما واحد، لم يعتمر. لماذا يا سماحة السيد لا تقوم بالعمرة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج ولم يفسق ولم يرفث رجع كمن ولدته أمه. سماحة السيد علي السيستاني لا أعرف لماذا هو لا يؤدي مناسك الحج ولا سنة العمرة، لا أعرف. ربما هو يحج في كربلاء، هم عندهم كربلاء أفضل من مكة المكرمة. سماحة السيد علي السيستاني يرتدي عمامة سوداء ويدعي أن جده الإمام الحسين، ولا أعرف من أين أتى بهذه. كثير من الناس يقول أن جده الحسين. يا سبحان الله، يا سبحان الله، كل من يرتدي عمامة سوداء يقول جد الحسين، حتى أن محمد بن شمس الدين الذي طرد من المتحف في اسطنبول من معرض الكتاب يقول أن جدي الحسين. من انتسب إلى غير أبيه فليتبوأ مقعده من النار. ما هذا؟
هل الحسين أنجب 30 مليون يدعون أن جدهم الحسين؟ الحسين لم يبقى له إلا ولد واحد، كلهم استشهدوا، لم يبقى إلا علي زين العابدين. فهل علي زين العابدين من 1400 عام ينجب 30 مليون يدعون أن نسبهم الإمام الحسين؟ ما هذه السخرية؟ حقا ما هذه السخرية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا سوف نقوم بسؤال علي السيستاني: لماذا لا يؤدي مناسك العمرة؟ ولكن سنكلمه بلغة الإشارة، كما تعلمون لا يسمع للأسف الشديد، لا يتكلم أيضا.